لو دماغك زحمة ومش قادرة تهديها، اعملي تفريغ من غير ما تغرقي. في أول 30 يوم بعد الطلاق، انت مش محتاجة تحلي كل مشاكل حياتك، مش محتاجة تفهمي كل حاجة، محتاجة خطوة واحدة بس. هاتي ورقة واكتبي 3 عناوين بس: الوحدة، الذنب، الخوف. وتحت كل عنوان جملة واحدة فقط، من غير شرح، من غير تحليل، من غير جلد ذات. وبعدها اقفلي الورقة. ليه؟ لأن أول ما بتسمي الإحساس بتفصليه عنك. الوحدة تبقى شعور بيمر، مش تعليف ليكي. الذنب يبقى فكرة، مش حكم نهائي عليكي. الخوف يبقى إحساس مؤقت، مش مستقبلك كله. كده المشاعر تهدى وتفقد شوية من سيطرتها، بدل ما تمسك فيكي وتبقى شكل يومك بالكامل. جربيها الليلة، ولو حسيتي براحة حتى 10%، احفظي الفيديو وارجعي له كل أسبوع. أنا ندى، ولو محتاجة تفهمي المرحلة دي بعد الطلاق، اللينك في البايو.